هاني رمزي بيلعب كوره حسام حسن، والكوره بتلعب لحسام حسن. طارق مصطفى كان بيجري طارق مصطفى بيجري، هو كان واقف جنب الحيطه في وسط الحيطه، بيجري يتحرك في ظهر الحيطه. ليه؟ لانه الكوره بتلعب لحسام، كله بيبص لحسام. اذا حسام حسن كان جزء من الموضوع هنا اهو. طبعا بعد السنين بتعدي تلاقي حسام حسن بيعمل نفس الشيء. ليه؟ لان كابتن حسام حسن مين استاذه في التدريب؟ كابتن محمود الجوهري، 100%. من احسن المديرين الفنيين في تاريخ مصر كله في الضربات الثابته. نادر جدا لما تلاقي حسام حسن بيلعب ضربه ركنيه على طول في المنطقه. بص العصفوره هيودي لك، هيخليك تبص في حته وهو يلعبها في حته ثانيه. انا هلعبها لكوكا. تمام، واخلي مثلا زيزو اللي لعبها يجري ورا الدفاع، فالدفاع ينقسم شويه بيبص لكوكا وشويه باصين لزيزو اللي بيجري في ظهرنا. يقوم لاعب عرضيه تلاقي محمد حمدي الظهير بيحطها بدماغه بالظبط كده. ممكن ناس كتير ما تبقاش واخده بالها، لكن ده بيحصل في كل الماتشات. معلش، هو اصلا اول 4 اهداف سجلهم حسام حسن مع المنتخب ازاي؟ ال4 ضربات ثابته، وبعد كده جبنا كذا هدف من ضربه ثابته. اخر هدف سجلناه امام غينيا بيساو. هاني رمزي بيلعب كوره حسام حسن، والكوره بتلعب لحسام حسن. طارق مصطفى كان بيجري، طارق مصطفى بيجري، هو كان واقف جنب الحيطه في وسط الحيطه، بيجري يتحرك في ظهر الحيطه. ليه؟ لانه الكوره بتلعب لحسام، كله بيبص لحسام. اذا حسام حسن كان جزء من الموضوع هنا اهو. طبعا بعد السنين بتعدي تلاقي حسام حسن بيعمل نفس الشيء. ليه؟ لان كابتن حسام حسن مين استاذه في التدريب؟ كابتن محمود الجوهري، 100%. من احسن المديرين الفنيين في تاريخ مصر كله في الضربات الثابته. نادر جدا لما تلاقي حسام حسن بيلعب ضربه ركنيه على طول في المنطقه. بص العصفوره هيودي لك، هيخليك تبص في حته وهو يلعبها في حته ثانيه. انا هلعبها لكوكا. تمام، واخلي مثلا زيزو اللي لعبها يجري ورا الدفاع، فالدفاع ينقسم شويه بيبص لكوكا وشويه باصين لزيزو اللي بيجري في ظهرنا. يقوم لاعب عرضيه تلاقي محمد حمدي الظهير بيحطها بدماغه. بالظبط كده. ممكن ناس كتير ما تبقاش واخده بالها، لكن ده بيحصل في كل الماتشات. معلش، هو اصلا اول 4 اهداف سجلهم حسام حسن مع المنتخب ازاي؟ ال4 ضربات ثابته، وبعد كده جبنا كذا هدف من ضربه ثابته. اخر هدف سجلناه امام غينيا بيساو.